انت جبت لعيبه سوبر بوظت لك الفرقه. انت عارف امتى ما كانتش الفرقه تبوظ؟ لما مشي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر، كانت الفرقه هتبقى تقيله. كانت هتبقى فعلا زي ما انت كنت بتقوله الاخضر واليابس. ليه؟ لان دلوقتي حسين الشحات اللي شايل النادي الاهلي بقى له 4 5 سنين، انت جيت قعدته لزيزو. واخد بالك؟ ومعاه طاهر محمد طاهر ومعاه بن شرقي، ما انت جبت تريزيجيه ومعاه احمد عبد القادر. دي حاجه، دي من ناحيه فنيه. تعالى بقى كمان من الناحيه الماديه، واحد جاي بعشر قروش بمبلغ وقدره، وانت بتدي للناس اللي هي بتلعب معاك بقى لهم 4 و5 سنين على حسب الاسعار القديمه 10 و15. فلما تيجي تدي الواحد مبلغ وقدره، يا جدع انت مش هتقدر تنسى كلمه الشناوي، انا مش عايز زي زيزو، انا عايز زي ابو زيزو. مبدئيا كده الشناوي ليه عين يطلب فلوس؟ ده يدفع فلوس عشان بيلعب في نادي الاهلي. ده على كتفها تنور، على صدرها تنور. كابتن محمد الخرماوي عفوا لقد نفذ رصيدكم. هو مين اجمد، زيزو ولا بيتزيرا لغايه دلوقتي؟ بص، خلينا نكون متفقين ان زيزو لعيب كبير جدا. طبعا أنا مش هغير رايي عشان خاطر زيزو راح النادي الاهلي. ماشي. انا كنت في نادي الزمالك، زيزو كان بيلعب في نادي الزمالك، قلت ان هو من افضل اللعيبه في افريقيا كلها. ماشي. لان هو لاعب في وسط لعيبه كويسه لكن مش زي الاهلي. ركز في النقطه اللي بكلم فيها دي. زيزو حلو. في نادي الزمالك كان النجم الاوحد. ماشي. في النادي الاهلي هو راح للعيبه كلها لعيبه مميزه ولعيبه كويسه، ومش هيبقى ظاهر زي ما هو ظاهر في نادي الزمالك. بالنسبه للارقام اللي انت بتتكلم فيها، زيزو لحد الان في النادي الاهلي هو عامل ارقام كويسه، لكن مش بحجم الضجه اللي اتنقل من الزمالك للاهلي. يعني جمهور النادي الاهلي كان مستني من زيزو اكتر من كده بكتير. بجانب ان اخوان بزيرة ميزته الرئيسيه وميزته عن اي لاعب في مصر ان هو بيعدي 1 على 1. هات لي لاعب في النادي الاهلي غير تريزيجيه بيعدي 1 على 1، مفيش. فالمقارنه هتكون ظالمه لزيزو. طبعا. ليه؟ اولا زيزو بقاله فتره كبيره جدا ماشي بشكل كويس. لا انا مش هدافع عن زيزو، يستحق كل كلمه هتتقال عليه، ده مقضيها درجن. احنا عمالين نجري وخلاص. تدي للناس اللي هي بتلعب معاك بقى لهم 4 و5 سنين على حسب الاسعار القديمه 10 و15. فلما تيجي تدي الواحد مبلغ وقدره، يا جدع انت مش هتقدر تنسى كلمه الشناوي، انا مش عايز زي زيزو، انا عايز زي ابو زيزو. انتوا عايز ايه تاني اكتر من رامي كده؟ ربيعه لا معرفش. المهم يعني دي عملت، ده ابو زيزو مش زيزو. انت فاهمني؟ فاللعيبه كلها بتاخد حاجه كلها، بما فيهم الشناوي ورامي ربيعه وحسين الشحات وابو زيزو بياخد قد كده، خد قد كده. فانت اللعيبه ربنا يبارك له يا عم، احنا مالناش دعوه، ربنا يزيده يا عم. انا مالي، هو انا بتكلم عليا؟ هو انا اللي هاخد الفلوس؟ ده اللعيبه اللي هتاخد الفلوس. اللي انت اصلا هم حسوا بحاجه في زورهم، ان ازاي انا لما اجي جد رامي ربيعه مشي ليه؟ هو كان طالب كام؟ واخد بالك؟ هي المشكله كلها ان انت جبت صفقات للشو مش لاحتياج الفريق. للاسف احنا جرينا ورا البوم طخ ما عدا تريزيجيه وهادي رياض وبالعمري. غير كده قولا واحدا بصوت عادل امام: اما انت ففي الزباله ترتمى ولا تترمى ولا سرتمى. اهدى بس. لا معلش اهدى انت. ماشي. اهدى انت. ماشي. اهدى انت. في نفس الوقت ما استفادش لغايه دلوقتي. مين اللي لما قال؟ ظهر قدام وعايزك تفصل. لا استنى بس. بيراميدز لما بيقابل الزمالك ما انا في قلتها أسوأ حالاته يا عم، انا قلتها الحلقه اللي فاتت. هكررها لك تاني. الزمالك تخصص بيراميدز. ليه؟ وبيراميدز ايوه ليه؟ اسمع، وبيراميدز تخصص الاهلي. ماشي. والاهلي تخصص الزمالك. ايوه ليه بقى؟ هي كده، في فرقه كعبها دايما تبقى عالي على فرقه. خلاص انت. طيب هاخد من الاخر، الاهلي كده بالحاله اللي عليها الاهلي. الزمالك بالحاله. طب يبقى ازاي؟ لا انا بكلمك اللي هو النظريه الفتره الاخيره. سيبك، الزمالك استفاق بقاله قد ايه؟ 4 5 6 ماتشات. احنا بنتكلم على اللي هو من البدايه. احنا كنا بنقول ايه؟
الاهلي وبيراميدز في بدايه الموسم صح؟ اتفاجئنا من 5-6 اسابيع الزمالك داخل في السباق وداخل بقوه، وده يحسب لمعتمد جمال معتمد وللعيبه. ربنا يكفيك شر الجعان لما يشبع، والنتل لما يستحمى، والمعفن لما ينفش فلوس، والزملكاوي لما يكسب له ماتش